وين، انا عايز مصلحتك، انت بتاعي انا مش هحلك. وما بين هذا وما بين ذاك اني وانت دماغنا هناك بعيد عن ربنا وشايطينها بالرجل ولسه شباب، واي حد بيحاول ينصحنا ويدخل في دماغنا الكلمتين الكويسين حاطين له صداده مفيش فيها مجال للاختراق. لو تشوفوا على اول الامه تاخد بعضك وتملص وتلف من الشارع اللي ورا. ده اللي انا كنت بعمله وده اللي انت لسه بتعمله. كنت بنفر منهم، اي حد يجي يقول لي يا ابني انفر فكك مني حل. حاليا بقى في وقتنا هذا انا بقيت ماشي بميكروسكوب وعمال ادور يا جدعان كان فين الناس اللي كانت بتوقفني تقول لي تعال انا خايف عليك وخايف على مصلحتك، تعال. مش لاقيهم، راحوا فين؟ حقهم، ما هم زهقوا مني ومنك. انا وانت محسسينهم ان هم بيشحتوا مننا، بل العكس، الناس دي عايزه مصلحتنا. الناس دي ربنا موكلهم في الارض يبقى هم عمال نظافه ومهندسين فنيين الصيانه بتوع قلوبنا اللي اتملت فساد ونظرات وشهوات وملذات ومعاكسات وسب ولعن وشتايم ومروح في حتت حرام واكل عيش حرام، وكل ده خلى القلب اتملى سواد. بقت تيجي تسمع الاذان تحس ايه سمعانه غريب، حتى مش هردده. واي حاجه بقت كويسه بقت تقيله على القلب، واي كلمه كويسه بقت تحس ان هي شتيمه، واي عباده بقت تحس ان هي تقل جبل. كل ده داير لان احنا اللي عملنا كده لنفسينا وما اديناش فرصه لحد. لما استقوى علينا الشيطان واستقوت علينا نفسنا ما اديناش فرصه للمرسال اللي جاي لك من عند ربنا، اللي داخل يقول لك انا جاي معايا مقشتي وجاروفي هخش على قلبك تك 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 تك، هشيل منه كل العك اللي انا قلته من شويه وهخش بقى. اقوم جاي مغير ولابس مهندس فني صيانه، اقوم داخل تك 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 قايل لك علاج كل حاجه من الحاجات دي هيكون ايه. بعد كده بقى امشي في خطوات التوبه اللي هي انا عايز اسال سؤال، انت مأجل ميعاد توبتك لحد النهارده ليه؟ انت يا ابن الحلال مستني ايه؟ الموت مش بايد حد، اللي خلقني وخلقك كاتب لكل واحد فينا ميعاد. انا وانت ماشيين في الدنيا وعمالين نحوت في الزقايق وندخل في النار ونطلع من البلاعات واكننا عارفين ميعاد موتنا، واول ما هنوصل لنقطه معينه انا هعدل ستوب اللعب، انا هبدا من جديد. يا عالم ممكن نبقى احنا واحنا ماشيين في السكه ديت اللهم احفظنا نقوم واقعين في النص مفرهدين. واطلع للمولى بقى، ده انا بعت لك مرسال طنش، ده انت حصل قدامك الموقف الفلاني عملت نفسك مش شايف، العيب فيك في نفسك. طب نرجع لمرجوعنا، ده كان صايع وما يقدروش حد، بس حس ان هو في فرصه فجاه لقيناه حاله اتعدل. ده كان لسانه الشتيمه دو 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 للرايح والجاي، ودلوقتي قاعد على لسانه قال الله وقال الرسول. هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا بس اللي العيب فيا؟ فلانه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش كنت بتقشعري لي جسمي وانت معديه، فجاه بقت محجبه ولبسها واسع. طب ايه اللي بيحصل في الكون ده كله؟ يومين مفترجين نازلين من عند المولى عز وجل، فرصه يا ابن الحلال بيقول لك دي الفرصه اللي انت هتستعين بيها على نفسك، عشان بعد كده يا ترى مين هيكمل معاه ومين هينخ وهيفضل ماشي زي ما كان. رمضان عامل شبه كشاف المواهب اللي عنده ضمير، بيقعد يشوف دوت بيجتهد، دي بتجتهد، ده بيعمل، ده بيسوي، ده مش عاتق. سافت مفطر فهو واقف في الشارع الراحه والجايه، بقول لك اختي ايه الدنيا معاكي؟ ايه هنسحروا سوا؟ ايه الدنيا ما تيجي نقعدوا قعده حلوه؟ بيعرف يفرق ما بين اللي خدها فرصه ودايركت ماشي في طريق ربنا وما بين اللي بيونس على نفسه. يجي بقى بعد رمضان تلاقي دوت ما خسعش ونخ ووقع، وتلاقي دوت تلاقيه ايه ما هو واقع كتبخيبه وكانت 60 وكس على الخيبه. فده اللي انا عايز اوصله لك، ان انت لو ما اغتنمتش الفرصه اللي احنا فيها فانت هتغتنم ايه؟ هتستنى ايه؟ هتستنى حد يجي يصطادك يحطك في شبك كتفك وحطك في الجامع؟ ما بتجيش كده. هي لو ما جاتش من نفسك وخدت خطوه ايجابي وبطلت سلبي، هي بس خطوه تتاخد هتلاقيها قرت الباقي. يا رب تبت وندمت على ما فعلت وهبدا صفحه جديده معاك يا رب. يا رب اقف جنبي، اقسم لك بعزه جلاله الله مسافه ما هتخش تتوضى وتصلي ركعتين توبه والفرد بفرض مفيش فرض تكسل فيه، هتلاقي الفروض ديت بتبقى شبه درع منيع، شبه حصن عن كل حاجه كنت بتعملها في يومك الروتين اليومي اللي انت كنت بتعمله. هتلاقيه بيخس واحده واحده لحد ما هتبقى انت انسان اللي انت كان نفسك تبقى عليه. وصلت؟ عشان انا جبت جاز وزوري مجروح والدنيا تعبانه وصايم وعايز اروح اخد دش، بس عايز وانا باخد دش ربنا يكون كتب لي كام حسنه. عايزين حاجه؟